ناس كتير بعتت لي ورسائل جات لي بخصوص موضوع بدرية طلبة، وبيقولوا لي اوعى تنسى موضوع بدرية طلبة. خالص انا مش ناسي موضوع بدرية طلبة ولا موضوع هدير عبد الرازق شغلنا عن بدرية طلبة. موضوع هدير عبد الرازق في النيابة العامة، وهي صاحبة الشأن فيه طبعا، وصاحبة القرار الأول والأخير في تحريك الدعوة الجنائية. أما موضوع بدرية طلبة فلحد دلوقتي نقابة المهنة التمثيلية ما طلعتش أي بيان أو أي قرار خاص بالتحقيق مع بدرية طلبة أو القرار الصادر ضدها. فأنا توجهت بإنذار على إيد محضر لأشرف زكي ونقابة المهن التمثيلية وأعضاء نقابة المهن التمثيلية، وكمان المجلس الأعلى للتنظيم الإعلامي. وطلبت في موجب الإنذار ده بضرورة التصريح والإفصاح عن التحقيقات الحاصلة مع بدرية طلبة والقرار الصادر ضدها من نقابة المهن التمثيلية، زائد طلبت بوقف جميع تصاريحها ووقف قيدها في نقابة المهن التمثيلية تمهيدا لرفع دعوة بالمضمون. يا ريت يا أستاذ أشرف تقول لنا إيه اللي حصل مع بدرية طلبة. شكرا.